السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه احبابي في الله؟ عايز دعائك يبقى مجاب؟ يعني اي دعوة تدعيها الى الله سبحانه وتعالى تجاب، ودي حقيقة. تبقى زي أويس اليمني. اسمع القصة دي وانت هتفهم قصة أويس اللي دعائه مجاب، اي دعوة بيدعيها لربنا بتستجاب. ايه قصة أويس؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع عمر بن الخطاب، فقال له: يا عمر، لو وجدت أويس فاجعله يدعو لك الله أن يغفر لك، فإن دعا لك غفر الله لك بدعوة أويس. فاستغرب عمر بن الخطاب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أويس كان به برص فدعا الله فشفاه. طب إيه الميزة وإيه الحكمة إن الراجل ده دعوته مستجابة؟ ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح عمر أمير المؤمنين. فكل قافلة تأتي إلى الحج من كل بلد يسألهم عن أويس: أويس معكم؟ لا. أويس معكم؟ لا. لغاية ما في قبيلة جت فبقول لهم: كيف وجدتم أويس؟ قالوا: تركناه رس الثياب لا يملك شيء. قال: يا سبحان الله، دعوته مستجابة وما يدعيش لنفسه وهو بالحالة دي. فبقى يستغرب عمر بن الخطاب، كل حجاج يجوا يسألهم عن أويس، لحد ما في مرة فاتت سنة ورا سنة، لحد ما في مرة بيسأل: هل أويس معكم؟ فقالوا: نعم. أين أويس؟ هذا أويس. فعايز يتأكد بقى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هل أنت أويس؟ قال: نعم. قال: هل أنت مرضت بمرض وشفاك الله؟ قال: نعم، كان عندي برص وشفاني الله، دعوت الله فشفاني. قال: من أي بلد أنت؟ قال: أنا من اليمن. فهنا عرف بقى إن هو صح أويس اللي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أويس، ادعي لي الله أن يغفر لي. فاستغرب، قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من طلب مني أن أطلب منك أن تستغفر لي عند الله. ففضل يلح عليه لحد ما قال: اللهم اغفر لعمر. فقال له: ازاي انت كل السنين دي ما جيتش تشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: إن لي ليس لها غيري، أنا بابها، فلم أستطيع أن أتركها حتى لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لها غيري، حتى ان هو يجي يشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدرش يجي عشان ما يسيبش أمه لوحدها. عرفتوا ليه دعاءه مجاب؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم بكل شيء، ان هو بار بأمه. قال له: أنا عندي ليس لديها غيري، وأنا بار بها، وأنا كل ما لها، فكيف أتركها؟ عايز دعوتك تبقى مجابة؟ خليك تحت رجل أمك، خليك بار بأمك، ساعتها دعوتك هتبقى مجابة زي أويس اليمني. صلي على الحبيب والشفيع المصطفى. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.